مهاوش الافتتاح بتعرف في اي ملعب؟ اي ملعب؟ هذا الملاعب بلشوا يعملوها عشان كاس العالم، عشان كاس افريقيا. ايه. هذا الملعب واو. بالرباط، رحت حضرت فيه لما تاهلوا لكاس العالم في المغرب. ملعب يا اخوان مجنون، جد جد. انت انه تطلع والله المنظر الملعب مجنون الملعب، منظر انه الملعب انا من انه هون انت باين لو أصلاً. انت مغربي بتخاف من الجمهور، فاهم؟ قد ما هم ما شاء الله ملعب. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نشاهد في افتتاح كأس افريقيا للأمم بالمغرب، وحقيقة ملعب مولاي عبد الله الأمير عبد الله بصراحة ملعب جميل جدا وافتتاح على مستوى عالمي. هنيئا للإخوة المغاربة بهذا الملعب وهنيئا لهذا الافتتاح، وحقيقة شيء يثلج الصدر إن تشوف المغرب وصلت المستوى ذا العالمي. ناس تخدم على رواحها، ناس ربي وفقها، ناس بالحق حطت في قلوبها. بالله انا نسال حاجه واحده، تو هذا الكل نتعدى، مش حسد ومش بغض ومش حاجه شيء، اما بالله نحب نسال المسؤولين نتاع الرياضه في تونس والمسؤولين على البنيه التحتيه في تونس، قلبكم ما يوجعكمش؟ ما عندكم الضمير تحسوا به؟ ما تقولش الدول ذي وين وصلت ونحن وصلنا، نحن كنا ونحن والمغرب يعني كيف الزوز. توا في بالك نحن عنا، هل يعقل انه تونس عندها ملعب وحيد اسمه ملعب الاولمبي برادس؟ يعني حتى ملعب الاولمبي بالمنزل سكروه، عنده تو 4 سنين مسكر، لا عملنا فيه ترافول، عملنا فيه حد شيء. عندنا ملعب مجاب على الكميتي تو يعاودوا في الغازون، يزرعوه نهار في جوان، يوفى في ديسمبر قال لك يزرعوا في القمح. ما عندناش نحن في ريوسنا نعملوا ابريد، ما عندنا حتى تيران يكون تيرانات، قسم بالله شيء يعمل العار. مسؤولين تسق في النوم، وزاره التربيه مش هنا، وزاره تجهيز الاسكان ما عملهاش. شنو وين ماشيين بالله؟ وبعد يقول لك انت خويا ماكش نورمال. انا خويا انسان عادي، نغير على بلادي، نحب بلادي تعمل التظاهرات. تونس كانت 2004 عالم اخر يا صحيح، دنيا اخرى، نظموا في مسابقات، و2001 بتاع المتوسط. تونس كانت بالحق دوله تنظم تظاهرات الدوليه والافريقيه. توا اقسم بالله ما نظموش حتى قاعده تحت حيط، تكويره بتاع سيكس ما نجموش نعملوها. والمسؤولين نورمال سامبل كوم بونجور، عباره ما فما حد شيء. ربي يحسن العاقبه، هذاك ما اتمنى، وان شاء الله تونس الى الخير، وان شاء الله ربي يفتح علينا وكهو، خاطر بالحق قلقنا وفدينا وملينا. افتتاح كأس الأمم كان النهارده وعلاماته باينة من الأول، أمطار رهيبة في أول الافتتاح وأول الماتش، بنالتي للمغرب في الدقيقة العاشرة واتصدت، تبديل إصابة في أول شوط، بايسكل كيك هايلة من الكعبي اللي أكدت فوزهم للمباراة. مش بس كده، دكتور باتريس موتسيبي رئيس الكاف أعلن إن الأفكون هيبقى كل 4 سنين، وإن السنة دي كان آخر سنة بالفورمات القديم اللي هو كل سنتين، وكمان هيكون في بطولة جديدة اسمها أفريكا كاب اوف نيشنز زي النيشنز ليج اللي في أوروبا. الأفكون اللي جاي هيكون سنة 2028 عشان يمشي مع اليوروز ومع كأس آسيا. بجد الأفكون غير. هاي جايز كيفكم؟ بدنا نحكي عن المباراة الافتتاحية لكأس أفريقيا بين المغرب والكوموروز. بصراحة كان المنتخب المغربي ما كان بأفضل مستوياته في المباراة الافتتاحية، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لهيك مباريات. عادي ما تكون بأفضل مستوياتك لأنها لسه بداية بطولة وبأرضك وبين جمهورك، في ضغط شوي نفسي على اللاعبين، ولكن استطاع المنتخب المغربي أن يخرج بالنقاط الثلاث من المباراة، وهذا هو الأهم، إضافة إلى هدف أسطوري عالمي من أيوب الكعبي. هدف جميل جدا، ما فكر فيها، على السريع دبل كيك جول. بصراحة هذا اللاعب كثير شد انتباهي في السنوات الماضية في الدوري اليوناني. كنت دائما أتبع أشوف بيجيب جوال وبلاقيه بيجيب جوال، وأحضر أهداف ملخصات أهدافه كمان. من سنوات وأنا بتابع أيوب الكعبي. بصراحة هو يستحق دقائق أكثر كأساسي مع المنتخب المغربي، يعني حتى يمكن مش بس دقائق، ممكن يلعب اساسي بصراحه، لانه ما اخذ فرصته كامله مع اسود اطلس. فانا بطالب انه يلعب اساسي المباراه الجاي. وهذا هذا المهاجم مهاجم فذ على فكره، لا يقل ابدا عن بقيه المهاجمين المنتخب المغربي، والهدف اللي احرزه يثبت ذلك. وكمان زي ما حكيت السنوات السابقه في الدوري اليوناني كان سواء في الدوري المحلي او حتى على مستوى البطولات الاوروبيه هو دائم التواجد في قائمه الهدافين. فانا بطالب انه ايوب الكعبي يلعب اساسي والمباراه الجاي ونشوف شو بده يقدم. بس عادي، منتخب المغرب ما قدم افضل مستوياته، ولكن ستيب باي ستيب في البطوله حيطور الاداء وحيدخل في اجواء المنافسه اكثر، وهذا شيء طبيعي جدا. وننتظر المباراه القادمه منتخب المغرب، واتمنى ان اشاهد ايوب الكعبي اساسي. شو رايكم؟ Vous voyez ça? Moi j'ai toujours dit ça. J'ai dit, pour éviter les coups d'État incessants dans l'Afrique noire doit opter pour le même système que le Maroc, c'est-à-dire un royaume. C'est le roi qui gère. Regardez, le jeune, comment on le respecte. Il prend son temps, il salue tout le monde respectueusement et tous les joueurs ont le même respect envers lui.
Comment est-ce que vous voulez qu'il y ait un coup d'État dans un pays comme ça? Ils ont la culture de respecter leur roi, leur chef. Donc, personne ne va aller convoiter ce fauteuil-là. C'est ça. Il faut que les Africains comprennent que l'Afrique n'était pas prête démocratiquement pour aller dans le multiparti. عالم مولانا المغرب الصهية اللي حق تقول على انها من كرة القدم. الناس عالم الجزائر الروس منين جاوا صدموا تفاجئوا بهم البنية التحتية وبهم زين الملاعب. يا موريتانيين تموا غيره يا الاتحادية وعاودي ما هي الشغلة والله هذه ما هي حالها. يا اخو توني تمشوا وتحروا الافتتاحات ولا تقضوا العبرة ولا تغيروا. الناس مشات ذو المغاربه لا مروك منين تجيهم الجزائريين والتوانسه اللي نحن شبه منهم اقتصاد منين تجيهم تنصدم. الناس تقول لهم عادوا اوروبيين. الناس حق مشتاقين الى دولتهم ودور يستضافوا كاس العالم ودور يستضافوا كل بطوله لان مده مشتغله ما كي مده راقده. ومع ذلك يجي واحد يقول لك انه مالتهم عندهم فيها الحق. مده يا اخوتوني نزاله مده قابله كاس العرب قابلته بثالث كيب يا اخوتوني. جلده السعوديه جلده الاردن وجلده يا اخي وحدين وكيب ديزم كيب قابله يا اخوتوني كاس العالم الناشئ. مباراتهم الافتتاحيه مباراه زينه مشكلته راقي دائما متاخر في تغييراته. الكعب اذا مكسور عمر مهرود ما يقعد. حمد الله منين ادم سيكين فارق وجاب البطوله يلا تتكونسانتري الكعبي. منين يعود عندك يا اخي سفيان رحيمي ما فاهمش دير عندك صاحبي للساحل ذاك الجداع اللي يعرف يا خوتوني اللي هذيك القيطنه وزريبه النخل ذاك الجداع عطار حد يدخل وعرف انه مهرود وحامي لا رونالدو بنادم مسلوع ومهرود يعرف اللي يعدل. والله الا النصر المغاربه اللي تنزلوا بالو ولا حامين وحد حاسدكم هون يكون به الغيره وبه الحسد والحسد تفو به. ناس يشتغلوا على رؤوسهم يا خوتوني لا صعب من الغرور عندهم فيها الحق. احنا راعينا هون نقازوا بشي ما هو خالق والنصر لكم رانا معاكم. والجيريين شمروا رؤوسكم بالكم رؤوسكم نبقوكم حتى يقير بالو ما تعرف لي انا نبقيك حتى والله ما نبقيك. اشتغلوا على رؤوسكم وذا اللقب نبقوه عود عربي فهمتوا. لان نحن مفانسين جميع الافريق يقير المغاربه والجزائر. بالنسبه لي انا نتكلم عني انا شخصيا انا مع يا اخي المغرب والجزائر لانهم الناس سوبر ستار عندي في افريقيا. Morocco to Comoros nil. Ladies and gentlemen, the AFCON has begun. The greatest day in the calendar. Every 2 years, soon to be every 4 years, it is AFCON Day. And Morocco have kicked us off with a 2-0 win. Let's get into it. Hello, my name is Ali Howarth. I'm an African football journalist here in Rabat, here in the Stade Moulay Abdallah, here in Morocco for the whole AFCON, covering as many games as I possibly can. Having just watched Morocco win 2-0 against the Comoros, I get into Morocco, but I always want to give the underdogs the first round. Comoros, brave performance, solid. You know, I spoke to Stefano Cousin, their coach, ahead of the tournament, and he was so wanting to emphasize, man, we're the underdogs. The pressure's on them. You know, almost that we're here for a good time without quite saying that. And you know, I think they played really well for 55 minutes, defended well. I think Youssef Mchangama, probably my favorite player in the world. Seeing him live in the flesh was brilliant, excellent at holding up the ball. I do think they can still get out of this group. A draw against Mali after they beat Zambia, and this is a very poor Zambia side at the moment, so I think it's possible. But let's get into Morocco. Morocco, I would say 7 out of 10, right? These first games in a tournament are always just about crossing the line, getting over it, getting the points in the bag, you know, and it's not about dominating, it's not about being the best team. But Morocco has been hyped up to be this amazing team, this machine, this brilliant side. And I think that's unfair on them because what they've done is brilliant, but they haven't sparkled. They're not a well-oiled machine yet. They're not far off of it, but they haven't got there yet. And so this was the exact performance that this Morocco team gives. A bit labored, lacking creativity. And once they get ahead, then we see the flicks, the tricks, the skill. So I think we're still struggling in that regard. And I think we won't learn those lessons in the group stage necessarily because they should win this group. But what I will say, superb performances from a couple of people. Nusrair Maswari on the right back coming in for Ashraf Hakimi, superb. Salahuddin on the left back, brilliant. The crosses they're putting in, the width they provided. Brahim Diaz was man of the match. I think he was patchy, but that's what Brahim Diaz gives you, right? He scores a goal and then he gives away the ball. You know, that's the type of player he is. Perfect replacement for Ziyech. So I think that's the way to move forward with him. Looking at the other side, the negatives. Romain Saïs going down injured. Big blow. Not as big a blow as it was 2 or 3 years ago at the World Cup. He's not as important as he once was, and obviously he was coming back from an injury in this tournament. So, but it's still a big blow. He's a leader, he's a captain, he's a legend. And so I think for me that is still a big loss. And I think there's still question marks in that centre-back position. When Comoros, on the occasions that they were able to turn and play those balls into Rafiki Said up front, he was burning them for pace. And I think that's where the big questions are for Morocco.
The other big loser was obviously Sofiane Brahimi. Started off really well, great first 8 minutes, and then he misses the penalty, has a very poor game, comes off, and then his substitute, Ayoub El Kabi, scores arguably already potentially the goal of the tournament. Super bicycle kick, unbelievable. A classic for him. I mean, I think we were looking it up in the ground. There's a YouTube compilation of all his bicycle kicks. That thing is like almost 10 minutes long. Go look it up. This guy scores overhead kicks as if it's a tap-in. Brilliant to watch, and a great redemption story for him after having a terrible World Cup in 2018. That's kind of all he's known for. For him to redeem himself like that is pretty amazing. Overall, Comoros, not out of it. 2-0 is a good result for both teams, to be honest. Both teams will be fairly happy with that. Morocco, room to grow, room to improve, but they've overcome the first hurdle.